السلام عليكم. في سلسلة مواصلة التطور والتقدم في تربية الحسون، سوف أعرض لكم خلال الأشهر والسنوات القادمة إن شاء الله العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة، وسيكون ضمن هذه المواضيع الحديث عن السلكات التي تم فيها إنتاج الحسون أو التي لم يتم فيها إنتاج الحسون، لنعرف الأخطاء ونتفاداها. اليوم سوف نتحدث عن هذه السلاكة التي تم فيها إنتاج الحسون هذه السنة، وكما تشاهدون الفراخ والأزواج أمامكم. سوف يكون الحديث عن طريقة إنشاء هذه السلاكة، وعن الأخطاء التي وقع فيها المربي، وعن كم نضع من زوج حسب مساحة السلاكة. هذه السلاكة أمامكم. هذه السلاكة نجد على الطول 3 متر. نجد طول السلاكة 3 متر. بالنسبة للعرض نجد مترين تقريبا، من داخل نجد مترين. بالنسبة لارتفاع السلاكة 3 متر ونصف من الأسفل إلى فوق. كما تشاهدون الضوء يدخل من الفوق. بالنسبة إلى هذه السلاكة فهي في محل كبير كما تشاهدون. قام صاحب السلاكة بأخذ زاوية من المحل، وقام بإنشاء 3 متر على الطول ومترين عرض و3 متر ونصف في الارتفاع. وقام بوضع الأشجار. كان هناك العديد من الأشجار داخل السلاكة، إلا أنه الآن خلال فترة الصيف قام بنزع الأشجار لتكون المساحة أكبر للفراخ يستطيع الطيران بسهولة أكثر. بالنسبة للأخطاء التي وقع بها المربي في المرة الأولى، أنه قام بوضع عديد من الأزواج مع بعض. قام بوضع عديد من الأزواج، كثير من الأزواج. هناك إناث باضت، لكن كان البيض غير مخصب، لأن كما تعرفون الحسون يحدد المنطقة متاعه خلال فترة التزاوج. الحسون يحدد المنطقة متاعه، كل زوج يأخذ منطقة، وعندما تضع العديد من الأزواج في مساحة صغيرة قد تحدث العديد من المشاكل. بعدها قام بإخراج مجموع الأزواج، وقام بإرجاع زوجين فقط داخل السلاكة، وقد تم الإنتاج كما تشاهدون الحمد لله. إذا نستنتج أن سلاكة بهذا الحجم 3 متر على الطول ومترين عرض و3 متر ونصف ارتفاع نستطيع أن نضع بها زوج أو زوجين كحد أقصى. هذا هو إخواني موضوعنا بالنسبة إلى اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.